أحمد فتوح خرج من شوية من نيابة العلمين بعد ما تم استجوابه في واقعة الدهس اللي أدت لوفاة أمين شرطة على طريق مصر اسكندرية الزراعي وهو راجع من العلمين. أحمد فتوح كان في أجازة هو والحارس محمد صبحي، وكانوا راكبين العربية بتاعتهم، وفجأة ظهر لهم أمين شرطة ودهسوه بالخطأ. ولكن هل دهسوه تحت تأثير المخدر؟ لحد دلوقتي الأخبار اللي بتقول إن تحليل المخدرات اللي تم إجراؤه ليهم ما يعني طلع سلبي، النتيجة طلعت سلبية، إذا ما كانوش متعاطين المخدرات وهم راجعين من العالمين. طيب إيه اللي هيحصل لهم بعد كده؟ كان أحمد فتوح تم حجزه على ذمة التحقيقات، وبعدين خرج دلوقتي في حضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عبد الواحد السيد عضو الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك. طبعا راحوا علشان خاطر يلحقوا أحمد فتوح في المصيبة أو الكارثة اللي عملها من شوية، أو عملها يعني امبارح بالليل. طيب أمين الشرطة اللي دهسه أحمد فتوح انتقل إلى رحمة الله وتوفي على الفور. إيه موقف أحمد فتوح؟ هيتحبس ولا لأ؟ دلوقتي أصبح في قضية، ولكن هيتم مراجعة الكاميرات وهيشوفوا ملابسات الحادث. لو كان أحمد فتوح يعني مش غلطان في اللي عمله، أو كان سايق بسرعة، أو يعني كان المكان اللي هو كان فيه أصلا مش مخصص للوقوف، يعني هيبقى موقفه مناسب شوية في القضية. ولكن قد يعرض للحبس، إذا ما تدخل أحد الأشخاص في هذا الموضوع، علشان خاطر طبعا موقف نادي الزمالك ومستقبل اللاعب. ولكن في أمين شرطة اتوفى، في أمين شرطة مات، في شخص مات، وسواء كان الوفاة يعني تعمد أو بدون تعمد، إذا في قضية كده في قضية، لكن القضاء او القضيه هتتحول كده للمحكمه، وهيتم متابعتها بقى مع محامين نادي الزمالك. طيب المتوقع دلوقتي ان احمد فتوح قد يعرض للحبس علشان خاطر وفاه الشخص ده، لان الموضوع مش سهل، وخصوصا ان اللي توفي امين شرطه، وكان قريب من احد الاكمنه على طريق مصر الاسكندريه الصحراوي. تفاصيل القضيه بقى لسه ما طلعتش لحد دلوقتي من النيابه العامه، مستنيين بيان النائب العام او بيان يطلع من النيابه العامه علشان خاطر يوضح لنا تفاصيل اللي حصلت. كاميرات المراقبه هي اللي هتحدد بقى الفيصل، يعني هي اللي هتكون فيصل في القضيه دي. فربنا يستر طبعا. مستقبل لاعب احمد فتوح لاعب من اهم لاعبي نادي الزمالك طبعا، ولكن هنشوف لسه الفتره اللي جايه.